تخيل كده تبقى قاعد في امان الله لا بيك ولا عليك ومش عايز تتكلم في الموضوع ده اصلا، بس فجأة تلاقي الموضوع بقى ترند قوي. بيقول لك تشريح الجثة الاولي للدكتور ضياء، بيقولوا له الاعضاء سليمة 100% والرئة نظيفة جدا والكبد والكلى انضف من طفل عنده 10 سنين. والله يا مسمعين. بيقول لك نظام الطيبين طلع الحقيقة اللي خايفين منها شركات الادوية. الله على الدماغ. وبعد دماغ اللجان الالماس دي انا بصراحة جالي فضول ان انا ادور ورا الموضوع ده. قلت ليه موضوع الدكتور العوضي بقى ترند قوي كده، وليه لجان كتير عماله تهاجم في مصر وصفحات كتيره مأجوره شغاله على الحوار ده. فلقيت الكنز ده. دماغك اللي تنفع تيجي عندنا نقابه المهندسين، رحت عملت فيها مره لقاء، كنت على وشك سب الدين طقم يعني بص كهن على راي اسمه ايه، ما لقيتش غير كهن. انا اعمل ايه في البلد؟ انا لقيتش غير شويه كهن عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن. ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن. وطبعا كان تلاجتي بلدها ميه ساقعه، فقلت معقول هبقى رئيس؟ يعني الاقي كهن وعندي ميه ساقعه في البيت، قلت ابقى رئيس بقى على طول كده. ما هو اي حد عنده ميه ساقعه يشك في قدراته يبقى رئيس على طول. اظن كده بدات الصوره توضح شويه للجان اللي شغاله كتير قوي. ما هو مش معقول الهيجان ده كله عشان نظام الاكل بتاع الطيزات، النظام اللي شويه وهنعمل له مقام. نظام الطيزات ده بيصحي الميت وتحطه على بطنها تنور، على صدرها تنور. وعشان حاله الكانسر اللي عند الاستاذه اللي خفت بسرعه، خفت بسندوتشات جبنه مطبوخه وزيتون و15 معلقه سكر. والله يا سكر. وقللت الميه على الاخر بقى، ما كانتش بتشرب. والله زي ما بكلمكم كده يا طيبين. العالم كله بيصرف مليارات على الابحاث، واحنا عندنا الاخت اكتشفت ان الكيماوي موضه قديمه اخره ننضف بيه السجاد، وان السر في نظام الطيزات انك تخاصم الفرخه وبيضها والميه ونيلها. بس الصدمه مش هنا، الصدمه ان الدكتور اللي عايزين تجننوه منشنتوه واللي كان بيعالج الحاله طلع عاقل جدا ونزل فضح الطابق اللي كان مستور وخلاه لابس كستور. تعالوا نشوف ازاي التحاليل بتبقى معجزه في البوست وسبوبه في الحقيقه. جهز الشاي بتاعك ويا ريت يكون شاي من غير لبن، عشان الطيزات بيزعلوا وبيقول لك اللبن غلط على صحتك. المفروض ده لبن الجاموسه يشربوه عيال الجاموسه، بيرضعوا منه، فما تشربوش منه بقى عشان البهايم بيزعلوا. اقصد الجاموسه يعني بتزعل عشان ده لبن عيالها. فاحنا نرضع شاي ساده ولا بلاش الشاي؟ ما بيحبوهوش. اشربوا عصير معلبات ده ويلا نتقابل. بص يا سيدي، الاخت دي نزلت فيديو جاب ملايين المشاهدات والدموع شلالات. ناس طيبات. قالت لك ايه بقى؟ قالت لك انها وقفت العلاج بتاع الكانسر، ربنا يحفظكم جميعا، ورمت الكيماوي في الزباله ومشيت على نظام الطيبات. قالت لك عشان انا ست طيبه. والنتيجه قالت لك الدكاتره لما شافوا الاشعه قعدوا يلطموا ويصوتوا. ايه ده؟ واو، عملتيها ازاي دي يا قروبه؟ يا للمعجزه الطيزينيه. وطبعا احنا كشعب عاطفي بنحب المعجزات، بنزيد في المعجزات، والناس بدات تشير وتهيص وتقول الله اكبر لقد ظهرت المعجزه انها الطيزات. فالست دي خلت الناس كلها تفتكر ان السرطان دور برد وبيروح بشويه شوكولاته نوتيلا وعصير معلبات عليه مكسبات طعم وعليه مواد حافظه، وكل ده من نظام الطيزات. والناس الغلابه بقى يا عيني اللي شافوا الفيديو دوت وهم اصلا بيتعالجوا قالوا بس احنا بنتعذب من الكيماوي، فليه بقى ما نروحش ناكل نظام الطيبات ده عشان نخف؟ وهنا بقت الكارثه، لحد ما طلع الدكتور محمد الدمنهوري واللي كان بيعالج الحاله فجر القنبله. الدكتور نزل بوست وقال كلمتين يخلصوا الليله. قال لك يا جماعه الاخت دي فعلا مريضه عندي، بس هي خفت عشان خدت جرعات كيماوي والتزمت بالبروتوكول الطبي لحد اخر لحظه. يعني يا ست الكل انت خفيتي بفضل ربنا ثم فضل الطب والعلم اللي هم برضو بفضل ربنا. فتطلعي بقى تقولي للناس الطيبات هي اللي شافتني. ليه بقى؟ عشان الريتش؟ عشان السبوبه؟ ولا عشان المشروع الجديد؟ ولا عشان في ايد خفيه ورا الستار عايزه تدمر صحه المصريين وتقلب كيان المصريين ونفرتك بقى جبهه مصر من الداخل؟ فبقى بذمتكم كده طيبات، امال لو خبيثات؟ فبصراحه كده لما تلاقي شله بلوجرز ونشطاء وصفحات طالعين كلهم في نفس الوقت يطبلوا لنظام بيلغي العلم ويقول لك ما تاكلش خضار، ما تاكلش فراخ، ولا تاكل بيض، ولا تشرب لبن، ولا بقوليات، وكل شوكولاته نيوتيلا، وكل سكر كتير، حتى لو جالك غيبوبه سكر يفوقوك ب 15 معلقه سكر عادي وما تاخدوش علاج، ودخن كتير على قد ما تقدر، دي عمليه تنفس طبيعيه، وامنع البطيخ عشان في بذر، وقلل الميه خالص عشان دي نفايات، الميه اللي ربنا ذكرها في القران وقال لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. قللها. اقول لك اشرب زيت عربيات، وكل 5000 كيلو مشيتهم روح نزل الزيت ده في اي مبوله وغير الزيت واشرب زيت جديد عشان الميه ممكن تخلي الامعاء والمعده جوه تصدي.
ما هو بعد كل الهبد ده لازم تشك ان الحكايه فيها سبوبه مموله. هو في حد عاقل ممكن يروح لحاجه تموت اطفال مرضى السرطان؟ وكل ده عشان شويه لايكات وريتش. اوقف علاج طفل مريض سرطان واقول له كل سكر ونوتيلا؟ دي متاجره بالام الناس. وعشان تبقوا عارفين بس، نظام الطيزات ده بيعتمد على نظريه الهبد الطبي الممنهج. المعلومه الاولى، مفيش منظمه صحه في العالم قالت لك ان الجبنه القديمه مثلا بتعالج الاورام. والمعلومه الثانيه، مريض الكانسر بتبقى مناعته في الارض، فلما تمنع عنه التغذيه السليمه وتوهمه بالوهم، انت كده بتمضيه على شهاده وفاته. المعلومه الثالثه بقى، ان الدكاتره ما بقتش بتلطم في الشوارع وبس، الدكاتره بتلطم في العيادات من كميه الحالات اللي بتجيلهم متدمره بسبب الهبد ده. في النهايه الكذب ملوش رجلين، ودكتور محمد الدمنهوري حط النقط على الحروف، وانت حر، عايز تصدق ما تصدقش، تخليك ماشي على النظام بتاع الطيزات ده، انت حر. فيا رب نفوق بقى، لان الصحه دي مش مجال للتجارب ولا الترندات. كلوا من خيرات ما رزقكم. شوفوا بصوا الدكتور هتلاقوه في اول تعليق عشان تعرفوا الحقيقه كامله، وقولوا لي في الكومنتات تفتكروا مين اللي بيمول الهبد ده، واشمعنى الهياج مره واحده كده. الله يرحمه بقى الدكتور عبد الجواد ايوب، مخترع الفنكوش. يلا يا جماعه ما تنسوش اللايك وتشير، عشان الوحيد اللي هيستفاد من نظام الطيبات ده هم الورثه، عشان احنا هنموت كلنا. وقبل ما اقفل عايز اقول حاجه مهمه وكلكم تقولوا امين. اللهم اشفي مرضى السرطان وطهر اجسادهم، اللهم خفف عنهم الم الكيماوي وهون عليهم علاجهم، اللهم لا تصب قلوبهم بذره ياس، واجعل الامل بك وحدك يا الله، وعجل بشفائهم يا رحيم، وابعد عنهم الفتاين ومن يتاجر باسم الدين، وان يحفظ اهل مصر اجمعين. فتكم بعافيه يا محترمين يا واعيين، شيروها له.